أهلا بيكم. النهاردة هنشوف مع بعض حاجة ممكن تغير فكرتنا عن الإعلانات خالص. تخيلوا كده إعلان احترافي بكل تفاصيله يخلص في دقايق. أيوة، زي ما سمعتوا كده بالظبط، وكل ده بفضل الذكاء الاصطناعي. طيب، السؤال اللي بيجي في بال أي حد دلوقتي، معقول إعلان بروفيشنال بجد ممكن يتعمل في دقايق؟ زمان عشان تعمل إعلان كنت محتاج أسابيع وممكن شهور كمان، ده غير التكلفة اللي كانت فلكية. الموضوع كان حلم بعيد قوي لناس كتير. بس خلاص، الزمن ده اتغير. دلوقتي الإجابة وبكل بساطة هي أيوة ممكن. الذكاء الاصطناعي هو اللي قلب الموازين كلها. بقى هو الحل السحري اللي خلى العملية المعقدة دي مجرد شوية خطوات بسيطة وسريعة ومتاحة لأي حد. طب تعالوا نشوف الفرق ده على أرض الواقع. بصوا كده، الوقت زمان كنا بنتكلم في أسابيع وشهور، دلوقتي دقايق أو ساعات بالكتير. التكلفة كانت عالية جدا، دلوقتي بقت قليلة ومناسبة. والحتة الأهم بقى التخصيص. زمان الإعلان كان بيترمي للكل وخلاص، دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيوصله بالملي للشخص اللي بيدور على المنتج ده. فرق السما من الأرض طبعا. تمام، تعالوا بقى نغوص أكتر ونشوف إزاي بالظبط الذكاء الاصطناعي بيعمل كل ده. إيه هي قوته الحقيقية في عالم الإعلانات؟ الموضوع كله بيتمحور حوالين 3 حاجات أساسية. أول حاجة الإنشاء، يعني ال AI هو اللي بيكتب لك الإعلان وبيصمم لك الصور والفيديوهات كمان. تاني حاجة الاستهداف، وهنا بقى السحر كله. ال AI بيشوف الناس مهتمة بإيه أونلاين وبيوصل إعلانك للشخص الصح في الوقت الصح بالظبط. تالت حاجة ودي مهمة قوي، التحسين، يعني بشكل أوتوماتيك بيظبط الميزانية عشان يجيب أحسن نتيجة بأقل فلوس ممكنة. من الآخر بيضمن إن كل قرش بيتصرف يرجع بفايدة. واللي بيعمل كل الشغل ده نوع معين من الذكاء الاصطناعي، يمكن سمعنا عنه كتير الفترة اللي فاتت، وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الجن AI. ببساطة كده ده اللي بيعرف يخلق محتوى جديد من العدم. يعني انت تديله فكرة وهو يطلع لك نص، صورة، فيديو، أي حاجة. والكلام ده مش مجرد تخمينات أو أحلام للمستقبل، لا لا لا. بصوا على الرقم ده، 90%. تقرير مهم اسمه IAP 2025 بيقول إن بحلول سنة 2026 90% من المسوقين هيكونوا بيستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الفيديوهات. 90%! يعني الموضوع مش لسه جاي، هو خلاص وصل وبقى هو الواقع. طيب كفاية كلام نظري، تعالوا بقى ندخل في الجد ونشوف الموضوع ده عملي. إزاي ممكن نعمل إعلان فيديو بنفسنا دلوقتي حالاً؟ وفي شرحنا العملي ده هنستخدم أداة لطيفة قوي اسمها Top View AI. الأداة دي مثال تحفة بيورينا إزاي أي حد فينا ممكن يعمل إعلان فيديو، واللي هيقدم الإعلان ده أفاتار، يعني شخصية معمولة بالذكاء الصناعي. يلا بينا نبدأ رحلتنا ونشوف خطواتنا الأولى عشان نعمل إعلان ذكي. ركزوا معايا، الموضوع أبسط مما نتخيل. العملية كلها عبارة عن 3 خطوات بس. أيوة، 3 بس. الخطوة الأولى نرفع صورة للمنتج بتاعنا وال AI هيقوم بالواجب ويشيل الخلفية لوحده. الخطوة التانية نختار الأفاتار اللي عجبنا، الشخصية اللي هتقدم الإعلان. هنلاقي اختيارات ببلاش واختيارات بفلوس. والخطوة التالتة والأخيرة نكتب الكلام اللي عايزين الأفاتار يقوله، والأداة هي اللي هتحول الكلام ده لصوت منطوق. بسيطة، صح؟ بس في هنا نصيحة مهمة قوي عشان النتيجة تطلع مظبوطة. الصورة اللي هنرفعها لازم تكون للمنتج لوحده، يعني من غير ما يكون أي حد ظاهر معاه في الصورة. ليه؟ عشان ده بيسهل على الذكاء الاصطناعي إنه يفهم المنتج ويتعامل معاه صح. وهنا بقى بتيجي الحتة اللي بجد مبهرة. ال AI مش مجرد بيحط صورة المنتج في الفيديو خلاص، لأ، ده بيحول الصورة 2D دي لمجسم 3D، ويخلي الأفاتار يمسكه في إيده ويتحرك بيه، يعني كأنه منتج حقيقي معاه في المشهد. حاجة عبقرية بصراحة. طيب، أكيد في ناس بتسأل عن الفرق بين النسخة المجانية والمدفوعة. بصوا، النسخة المجانية كويسة كبداية، بتدي جودة فيديو 720p، بس هيكون عليها العلامة المائية بتاعة الأداة، واختيارات الأفاتارز هتكون محدودة. لو عايزين بقى شغل احترافي، النسخة المدفوعة بتدي جودة Full HD 1080p من غير أي علامات مائية، وبتفتح كل الأفاتارز عشان نختار براحتنا. وبكده نكون وصلنا لآخر جزء. الرسالة هنا واضحة ومباشرة، المستقبل مش جاي، المستقبل خلاص هنا، والمفتاح في إيد كل واحد فينا. يعني خلاصة القول، زمن إن الإعلانات كانت حكر على الشركات الكبيرة وميزانياتها الضخمة انتهى. خلاص، دلوقتي بالذكاء الاصطناعي أي مشروع صغير، أي مسوق، أي صانع محتوى يقدر ينافس بقوة وبأقل التكاليف.
وهنا بقى يجي السؤال اللي عايز كل واحد فينا يسأله لنفسه. بعد كل اللي شفناه ده، إيه هو أول إعلان ممكن يجي في بالنا نعمله؟ إيه الفكرة أو المنتج اللي حاسين إن التكنولوجيا دي ممكن تخدمه وتوصله للناس بشكل مختلف تماماً؟ في النهاية أتمنى الشرح ده يكون كان مفيد، وما تنسوش طبعاً تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل جديد بنقدمه. أشوفكم في الفيديو اللي جاي.